ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ انا طبعا متنكر كده ولابس النضاره عشان محدش يعرفني، عشان في ناس بتطاردني وشغالين يخشوا لي على الانستجرام. نزل فيديو، نزل فيديو كل عنف فشخ. فالناس دي طبعا هي انتوا. خلوا يا جدعان العلاقه فيها ود ما بيننا كده، لان انا بحبكم، يعني انا من قلبي بحبكم، فخلوا العلاقه ما بيننا فيها ود وحب كده يعني. خد فيديو اديني شويه مشاهدات، شويه دولارز، يعني خلي العلاقه رايحه جايه كده. مش عايز فيديوهات، عايز فيديوهات وانا يطلع ميتين امي عادي يعني. يعني في واحد بقول له انا فاقد الشغف، قال لي يا عم ام الشغف انت شخصيا نزل لي فيديو يا ابن فانا هلا والله ازيكم من دنيا، اتمنى تكونوا بصحه كويسه. الله ما تكونوش والله العظيم، يعني انا بعد المعامله اللي شفتها دي انا خلاص يعني الصراحه هشرب ميه وهبلع اللي جرى. خبطت السلك ايه. ماشي. فكرة الإفيه من وجهة نظري المهمة فشخ اللي انت لازم تاخد بيها، والا مش عارف ممكن اعمل ايه الصراحة. يعني انا عمال اقول لكم بتعاملوني بعنف وانا اصلا بتعامل بعنف. المهم فكرة الإفيه ان انت بترمي إفيه كده عشان تلطف الجو، تضحك الناس اللي قاعدة، تخلي الناس كده تفك. واحنا بتوعنا الشعب ابن نكتة. النكتة يعني النكتة نفسها لو سمعت اللي قال جملة احنا شعب ابن نكتة هتقول حاجة، يعني ممكن تقول حاجة شتيمة يعني. المهم ان الناس من كتر ما بتسمع ان احنا يعني شعب دمنا خفيف وبنهزر، فهو يهزروا في اي وقت وفي اي مكان. وفي حاجة حابب اضيفها يعني بعد اسمكم ممكن تتفهموها، ان في ناس دمها خفيف وناس دمها تقيل. اوكي، انت ممكن تبقى عادي بيزك ولا دمك خفيف ولا دمك تقيل، انت بني ادم عادي. يعني انت بص لما حد يجي دمه يبقى تقيل ويحاول يهزر بيبقى حاجة بضم فشخ. يعني اهو انا قدامك اهو، يعني انا دمي تقيل فشخ بس انا هخليه خفيف بالعافيه، قناتي وانا حر. فبص يعني انت بتتفرج على الفيديو وانت وانا ببطلك وانا عارف نفسك وهفضل ابطلك طول حياتك. مش عاجبك ما تتفرجش. في الاخر اجي اقول انا ما جبتش مشاهدات ليه؟ طبعا كل الكلام اللي انا قلته ده بعيدا عن الحلوين بيضحكوا البنات لو قالوا اي حاجه. اتمنى ما تكونش في بنات بتضحك على الفيديوهات بتاعتي، لان انا لو بقيت اضحك البنات وما اضحكش ولاد احس ان انا مستواي متدني فشخ، لان البنات حرفيا بتضحك على اي حاجه. فانا لو بقيت ما بضحكش الرجاله وبضحك البنات بس، انا احس ان انا خلاص انا ماليش لازمه، يعني خلاص بقى راحت عليا بقى. المهم ان فكره الهزار عامه ككل وصلت لكم، لان انا في كام موقف حصلوا معايا الفتره اللي فاتت دي خلوني ان انا مصمم بشده ان انا اعمل الفيديو ده، بحيث يعني تقدر تعتبر ده فيديو توعوي. يعني انا بوعيك يا باشا، يعني اتمنى برضو يكون حد من اللي بيهزر الهزار ده موجود معانا. انا جيت من فتره داخل قهوه كافيه، داخل عايز كوبايه قهوه لان انا بني ادم. انا المحنكين بتوع القهوه لان انا ما بعرفش ابدا يومي من غير قهوه. يعني ما تتعاملش معايا لو انا مش شارب قهوه، لان انا مش هفهمك ومش هشوفك. بص، هعمل اي حاجه مؤذيه، اي حاجه، اي حاجه ما تتوقعها مني وانا مش شارب قهوه. فداخل الكافيه عشان ابدا يومي بكل نشاط وحيويه بعد كوبايه القهوه بتاعتي. دخلت قلت له عايز كوبايه قهوه مظبوط في كوبايه ورق، ايزي، مفيش اي مشكله. ما رضيتش حتى ان انا اقول له تيك اواي، عشان ساعات بخش اللي هو ايه ده بيقول لك تيك اواي، يعني ايه تيك اواي بقى؟ ما تقول يا عم كوبايه ورق. لا، دخلت قلت له عايز في كوبايه ورق كده. يعني ابسط حاجه ممكنه في الحياه، يعني ابسط من كده بقى اخش اقول له امسك الكنكه وحط معلقتين بن ومعلقه سكر وقلبها واستنى على النار هاديه وبتاع، وبعد كده احط لك كوبايه ورق وخد فلوسك يا ابني بس وقت الكوبايه. لا، انا قلت له عايز قهوه في كوبايه ورق ايزي. المهم راح جه، انا متاكد محدش هيتوقع هو ايه اللي حصل. يعني حد كده حاول تتوقع كده، اديك 3 ثواني. متاكد ان محدش جابها. قال لي لا كده، قال لي لا. وبعدين فانا ما استوعبتش، ففضلت باصص له وهو باصص لي واحنا الاثنين حرفيا مديني النور اكشن عاملين كده. فبدات بقى ايه اللي هو اقفش افيه ابن كلب، اقفش ان هو بيهزر. فابتديت بقى ان انا ابتسم بقى اقول له ليه، عشان هو لو بيهزر يقول لي يا عم خلاص يا عم. فقلت له ليه، راح جاي لي كده لا، وفضل برضه مديني النور اكشن عامل لي كده. فابتديت بقى ان انا اتوتر وابتديت ان انا اعرق حرفيا، وحسيت بقى ان هو خلاص، يعني انا هقعد هعيط واقول له بالله عليك ابوس رجلك اديني كوبايه قهوه.
وحرفيا انا يعني بدفع فلوس، يعني انا بديك فلوس عشان تعمل لي كوبايه قهوه وانت مش عايز تعمل لي كوبايه قهوه، اطردني بره يا ابن الارض، ما انت فاتحها ليه؟ فابتدينا باصين لبعض يمكن 4 دقايق مثلا، باصين لبعض عاملين كده مديني النو رياكشن، وانا ابتديت ان انا اعرق واتوتر، وهو حرفيا الواد كارف، الواد ما فيش حاجه، كارف واقف عامل كده. هو قال لي لا تقريبا حس بانتصار او حاجه، بس انا ما حسيتش اي رياكشن على وشي، عامل كده. وبعدين ابتسمت له فما فيش الولا ما فيش حاجه في ايدي ان انا اعملها غير ان انا اديله بالقلم طخ على وشه كده. ليه يا ابن مش تديني قهوه؟ فانا ما اعرفش اعمل كده الصراحه، ما واحد ما اعرفوش، فانا مش عارف حتى امشي، رجلي اتمسمرت مكانها. ففضل بتاع سكه 4 دقايق كده واقف مديني النور اكشن وعامل كده بالظبط. فبعدين بعد ال4 دقايق، بعد ما انا كنت خلاص بدوب، قال لي يا عم بهزر معاك يا عم، احلى كوبايه قهوه عليك يا عم. دمك خفيف يا ولا، شكلك لطيف يا قلبك نضيف. فانا يعني انا بقيت انا بقى اللي مدي النور اكشن اللي هو، ومش فاهم ايه اللي بيحصل. بعدين قعد يضحك شويه يقول لي يا عم انا معاك في الكليه يا عم، والله ما عارف يا عم، انا الميتين امي عرفتك يا راجل. يا دين امي، والله يا صاحبي عايز واحده قهوه مظبوط في كوبايه ورق. لا ليه كده يا عم؟ هو كده لا، بهزر معاك يا عم. يا توتي واحد قهوه كراميل يا توتي. يا عم ليه يا عم؟ بهزر معاك. كوبايه قهوه في واحده ورق. فخدت القهوه ومشيت وحسبت عليها وانا مش فاهم ليه، واي، لماذا، ليه احنا هنا، ليه وصلنا للمرحله دي يا ولاد يعني ليه الهزار ده بجد؟ I don't understand. موقف من المواقف بجد اللي حصلت لي، يعني كنت داخل من فتره سوبر ماركت، فداخل خدت 2 هوز وبتاع وتوينكز وشويه حاجات كده يعني، ورحت جيت واخدهم حطيتهم على المكتب وقلت له كان شاب صغير كده، فراح جه شاور لي ايه what the fuck is going on here، ايه المهم شاور لي، فانا بصيت له كده، فانا قلت اكيد الواد ده في حاجه في دماغه، ما عرفتش بقى اعمل ايه. قلت له انت عبيط يعني، انت مجنون؟ فراح جاي قال لي في ايه، وابتدى ان هو يتوتر وبتاع ويخاف يعني. كنت هضربه فشخ، كنت همسك السجاير اللي حاططها، يلا يا ابني انت تعرفني يا ابني. فابتديت بقى اقول له خد حساب الحاجه دي، فراح جه ساكت وبتاع وقال لي يا عم انا بهزر معاك. قلت له حد يهزر مع حد ما يعرفوش كده من اول مره، لان انا اتصدمت بجد، اتخضيت فشخ اكتر من صدمه مثلا ان كريستيانو مشي من الريال، يعني انا اتصدمت بقى اكتر من دي. انت متخيل احنا فين؟ انا حرفيا كنت عايز امسك الحزام بتاع دكتور مكاوي ب 2300 جنيه واشنقه بيه. انت ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ قال لي يا عم انا بهزر معاك يا عم. وده هزار يا ابن العب، دمه خفيف ويجرح الناس باخلاق. الموقف الثالث الاخير اللي انا هختم بيه الحلقه دي، كنت من فتره رايح لاصحابي في القاهره، فبطبيعه الحال بما اني انسان مش من القاهره فبتوه في شوارع القاهره، بيزك انسان بيزك ده اللي من القاهره اصلا بيتوهوا فيها، ما بالك انا بقى. قبل ما اركب الميكروباص المشروع من اسكندريه، قلت له انت رايح فين؟ في رمسيس. قال لي عند جامع الفتح هنزلك. رحت جيت متصل بالشباب، يا شباب جامع الفتح اتسوكي، قالوا لي اتسوكي اركب احنا هنستناك هناك. فابتديت ان انا تمام وركبت، وجامع الفتح واتسوكي والشغل ايه 10 على 10. المهم ابتدينا بقى ان احنا على التليفون، والعيال بقى راحوا استنوني قبليها بساعه ونص، وانا ما كنتش حاسب الحسبه لان انا قلت لهم ساعتين وهي طلعت 3، فراحوا استنوني قبليها، يعني عارفين كانوا واصلين قبليها بساعتين او ساعه ونص حاجه في الرينج ده. وابتدوا بقى على التليفونات لغايه اما السواق قال لي 10 دقايق ونبقى قدام جامع الفتح. ابتديت ان انا اقول لهم 10 دقايق وابقى عند جامع الفتح، طبعا بعد سب دين ومعاناه، بعد شتموني كل الشتام اللي في الدنيا. ابتدينا بقى ان هو قال لي اخر مكالمه قفلتها معاهم ان احنا فاضل لي 10 دقايق واوصل عند جامع الفتح. سبته شويه، عدى 12 دقيقه، ابتديت اقول له يا اسطى احنا فاضل لنا قد ايه على جامع الفتح؟ راح جه بص لي كده، انا بجد كل ما افتكر بطني بتوجعني، بص لي كده وقال لي احنا عندنا جامع الفتح من بدري، ما قلتش ليه؟ فانا ما اهتمتش بيه، يعني انت مش وقتك دلوقتي، انا جاي لك تاني يا ابن استنى. بس انا دلوقتي ابتديت ان انا افكر ان انا هرجع ازاي، الفلوس اللي معايا حتى هتكفي اركب اوبر ولا اركب مواصلات، ولا هرجع مشي، ولا انا هعدينا بقد ايه، ولا ايه اللي بيحصل. وابتدى التليفون يرن، العيال عدى ال 10 دقايق بقى، والمفروض ان انا قدامهم حاليا ناو دلوقتي، حاليا انا قدامهم. ابتدى التليفون يرن، فابتديت ان انا وشي اتخطف اصفر،
اكني مثلا ما اكلتش بقالي اسبوع. واتسحلت بقى سحله بقى، وابتديت ان انا ابص كده على الشباك من ورا. يعني ابتديت ابص لو كان اي حد معدي في الشارع كان هيشوف كده مثلا على يشغل اغنيه الشبح وانا قاعد كده اشمعنى انا مستقصداني وجايه ليه عليا ليه اشمعنى انا. ابتديت ان انا بقى خلاص. فالمهم راح جه السواق كعادة الروشين هو كمل سواقه طبعا وسابني انا مسؤول كده بتاع دقيقتين 3. راح جه بص لي وقال لي مالك يا عم وشك اتخطف ليه يا عم؟ انا بهزر معاك يا اخي. جامع الفتح الامه بتاعته هناك اهي. دمك خفيف شكلك لطيف قلبك نظيف. فانا اتصدمت. أنا مش عارف الموقف دي انا مع انها حصلت معايا كتير بس كل مره بتصدم حرفيا لان انا بقول خلاص يعني اللي عملها معايا قبل كده اكيد مفيش انسان زيه تاني قدام. فانا ما عرفتش بقى ساعتها ان انا ارد على التليفون واقول لهم انا وصلت ولا افرح ان جامع الفتح هناك اهو ولا اضرب ابن الكلب ده بالشبشب على وشه طخ كده. عرفتش اعمل ايه الصراحه ونزلت من الميكروباص فرحان فشخ ايه عدوني عندي جامع الفتح ايه وما ردتش على العيال. وابتديت ان انا اجري على جامع الفتح وخلاص شبه العبيط اكني لقيت مثلا نور في اخر النفق او لقيت مثلا نور في الصحراء. لا نور في الصحراء دي حاجه غلط بتخوف. لقيت نور في اخر ممكن يكون قطر النور ده. ابتديت ان انا فرحان فشخ اكني مثلا عطشان بقالي 3 ايام ولقيت ميه ازازه ميه معدنيه. معرفش ازاي بقى عشان انا كل ما اقول حاجه تطلع غلط. ابتديت بقى ارد على العيال اقول لهم عندي جامع الفتح اهو يا رجاله انتوا فين؟ بعد ما حرفيا كنت بموت كنت بدوب. يا جدعان يعني انا لو كانت اعصابي ضعيفه شويه كان ممكن مثلا يجي لي ازمه قلبيه واموت فاكن ديد. وانت مش هيقول لك حاجه يعني انا واحد موت عبيط بس انت هتبقى السبب. انت قدام نفسك بالافيه ابن الهزار ابن الوقت ده انت السبب فيه. يعني انت السبب في موتي. وبجد يا جدعان يعني اتمنى بجد يعني احنا لو مش هنعرف نوقف الهزار ده يعني الهزار ده لو مش هنعرف نوقفه الهزار اللي هو الوحش اللي ممكن يجيب ازمه قلبيه ده ممكن نوقف الهزار كله نهائي. مش عايزين نهزر خالص يعني احنا مش عارفين مش عايز اهزر مش عايز اشوف اشكال بنت زي دي تاني ولا مش عايز اضحك طول حياتي. بس ما تموتنيش. الناس اللي من نوعيه ما تيجي تساله الساعه كام يقول لك واحده وشايل عيل او مثلا يعني في واحد غريب فشخ بقول له الساعه كام قال لي ليه فعلا يعني هو بجد ليه عايز تعرف يا ابن المحترمه. يعني انا بجد ببقى في المواقف دي يعني يا جدعان انا بجد انا على اليوتيوب هنا اجريسيف فشخ. يعني انا ما عنديش اي ذره احترام لاي حد على يوتيوب لان دي قناتي وانا حر والانترنت ادانا حريه التعبير فانا بعبر يا باشا براحتي. انما في الحقيقه انا انسان محترم جدا اهو شفت قلت لك جدا. انا في الحقيقه انسان محترم اللي يتعامل معايا مره يبقى عايز يتعامل معايا مره واثنين وثلاثه واربعه لان انا بحترم الكبير قبل الصغير بحترم المحترم. فاغلب اللي بيقول لي الافيهات دي بيبقى راجل مثلا عنده 60 سنه 65 سنه هو الافيهات دي مجمعها من هو عنده 20 سنه بيقولها من هو عنده 20 سنه لغايه ما بقى عنده 55 سنه فهو مش بيجدد. فهو بيقول لي الافيهات دي يا ابن اللعيبه حاج ده انت ايدك بقى ده انت جبت المال جيلك يا راجل. بس انا حرفيا من جوايا بتقطع. يا اما تدونا بقى حريه اي حد يقول افيه ابن امسك الشبشب ده كده اهو واديله بقى على بقه تعالى يا ابن بقه اديله بقى على بقه كده عشان الافيهات دي بجد حرام. فاتمنى يا جدعان نبطل الافيهات المسيئه للبيئه الافيهات اللي ممكن تموت حد وتشيل انت الذنب بتاعه طول حياتك وبعد ما يموت تقابله في الاخره ويقول انت السبب في موتي وانا مش مسامحك وعايز منك حسنات فاكن حسنات. فخليك محترم. وانا يا جدعان خلاص زعلت دي النهايه واضطر اختفي تاني ومش عايز اشوف وشكم الا لما يجيلي مزاج ويجيلي شغف انزل فيديو. فانا مش عايز ازعاج بقى هتزعجوني هقفل ميتين الانستجرام. مش عايز الانستجرام خالصه معاكم بس كده يا شباب. انا مضطر ان انا استاذن. مش عايز ازعاج. لا ليه يا عم كده؟ عايز انام